السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سيكون حديثا حول مباراة مصر والأرجنتين، مباراة ظهر فيها المنتخب المصري بقوة خارقة، قوة ضاربة حرفيا. مصر في تطور كبير، مصر للتاريخ يا مصر، مباراة للتاريخ تدرس حرفيا من حسام حسن. يا معلم يا كبير يا حسام يا حسن، والله مباراة تاريخية من مصر. ولكن أنتم تلعبون أمام البولغا عم ليونيل، يعني ميسي لديكم لا خوف عليكم. حتى وإن لم يكن قد ظهر في مباراة كلها، ظهر فقط 5 دقائق، تمريرة حاسمة، هدف على الطيارة. المهم نبدأ. أعلم أن المباراة يعني جمهور مصري راح يزعل مني، نظرا لأنهم يعني حاليا مشاحنات، تحكيم، فيفا، فقط خزعبلات. الحكم لم يخطئ في أي قرار اليوم. زائد ليكون في علم الجميع أن الحكم ليس لديه الحق في العودة للفار. افهموها يا ناس. لذلك أريد تغيير قانون الفار، أريد أن المدرب هو من يطلب الفار. إذا لم ينادي الفار على الحكم، أريد أن المدرب، يعني القانون الذي كان في كأس العالم للشبان تحت 20 سنة الذي توج به المنتخب المغربي، كأس إفريقيا تحت 17 سنة التي فازت مصر على المغرب ب3 أهداف في الرتبة وتوجت بالمركز الثالث. يعني كان هنالك قانون إعطاء لكل حكم في الفريق الحق في بطاقة فار. عندما يريد الحكم، عندما يرى المدرب أو الفريق شكوكا في لقطة ما، يرفع البطاقة ويطلب من الحكم العودة للفار. يعني مثلا في لقطات اليوم في القانون الحالي لكرة القدم، إذا لم تطلب غرفة الفار من الحكم مراجعة اللقطة، فلا يعود الحكم للفار. لا يمكن للحكم وليس لديه أي سلطة قانونية للعودة للفار. أريد الناس أن تفهم هذا القانون. الحكم ليس لديه الحق في العودة للفار. لا يمكن أن يطلب أروني اللقطة، لا. يعني قراره إذا شاهد حكام الفار أن القرار صائبا، يقولون له قرارك صحيح ولا وجود لعودة، لا يعود. إذا كان هنالك قرارا خاطئا أو شك في الحالة، يعني حكام الفار لم يقدروا على الحكم في الحالة، لذلك يقولون للحكم اذهب واحكم بنفسك، أو أن قرار الحكم قد كان خاطئا ولتغيير القرار وجب مراجعته بنفسه. المهم نبدأ في تشكيلة المنتخب المصري. شوبير، ما الذي تفعله في الأهلي؟ بوفون، ما الذي تفعله في الأهلي يا بوفون؟ من أين ظهرت؟ من أين أتيت؟ يا رب شوبير على فريق كبير. لا أريد المتوسطين في أوروبا، أريد فريق كبير ويلعب أساسي. شوبير للتاريخ، مباراة تاريخية يا مصطفى يا شوبير، حرفيا حارس عملاق. فقط يا جمهور المصري، أخبروني لماذا كان شوبير فقط احتياطا للشناوي؟ لديكم حارس بهذه المواصفات، حارس عملاق، حارس جبروت. لماذا شوبير مصطفى شوبير كان يجلس على مقاعد البدلاء؟ يا رب فريق أوروبي، يا رب فريق من التوب 5 ليج، يعني دوري إنجليزي، إسباني، المهم أيا كان. أريد شوبير في أوروبا حالا فورا. شوبير حارس عالمي. بعد المونديال نتمنى من شوبير أن يذهب، نظرا لا أريد إمام عاشور آخر في مصر. يعني إمام عاشور موهبة خارقة ولكنه ظل فقط في الدوري المصري. أريد شوبير أن يذهب ويصقل موهبته في نادي كبير في أوروبا، أن يكتب اسم مصر بأحرف من ذهب كما فعل محمد صلاح. المهم 4-4-2، محمد شوبير في حراسة المرمى. هاني يا محمد، هاني، خلتني هاني. حتى حصل على تقييم 5.7، يعني بالنسبة لي كان أسوأ لاعب. لا نقول أسوأ لاعب في المباراة، المهم أقلهم أداء. ياسر إبراهيم سجل الهدف الأول لمصر، ولكن يلام على الهدف الثالث للأرجنتين. لنكون صريحين، أين هي التغطية على إنزو؟ تخيل إنزو يضرب بالرأس على ياسر إبراهيم. والله فضيحة القرن. رامي ربيعة، حافز مكان فتوح، يعني إصابة فتوح بالنسبة لي كانت
أثرت على المنتخب المصري أكثر. وسط الميدان لاشين مروان عطية صاحب تمريرة هدف ياسر إبراهيم. مروان عطية لاعب جيد جدا بالنسبة لي. لاعب 6 جيد جدا، سواء في التدخلات، بناء اللعب من الخلف، توزيع الكرات، تمركز حتى بدون كرة، تمركز لمروان عطية جيد جدا، يعجبني هذا اللاعب. وإيمان عاشور، الضربة الموجعة للمنتخب المصري كانت إمام عاشور وكانت حسن. يعني محمود حسن الحاسوب بدأ يقوم بمشاورات ومناورات، لا أعرف ما الذي حصل. المهم، حسن وعاشور ضربة موجعة للمنتخب المصري، خصوصا حسن. يعني تخيل لاعب جناح في ريال اوفيدو في الدوري الاسباني يلعب بالمنتخب الارجنتيني، ولاعبي الارجنتين يمين يسار، تمريرات على الواقف يا اخي، يركض، اي شيء يريده في الملعب يفعله. والله حسن يعني غير الفريق يا اخي، ريال اوفيدو ولا فوفيدو ولا غير الفريق يا معلم. وفي الهجوم يظل هنالك الفرعون المصري محمد صلاح، مباراة متواضعة، مهم جيدة في بعض الكرات نسبيا. زيكو يعني فتاك، مهاجم فتاك، دائما ما أتغنى بهذا اللاعب لأنه مهاجم منظومة، يفعل ما الذي يريده حسام حسن بالحرف. سجل هدفان، واحد ألغي بداعي التسلل، تسلل ألغي بداعي خطأ، يعني كان فيها خطأ واضحا لنكون صريحين. المهم نذهب للمنتخب الأرجنتيني. إيميليانو مارتينيز أسوأ لاعب في المباراة بالنسبة لي. تخيل يا إيميليانو، يعني أعتقد أن مصر سددت 3 تسديدات 3 أهداف. إيميليانو يعني في حتة ثانية. أين هو إيميليانو لا ندري. طاغليافيكو كنت أفضل ميدينا على طاغليافيكو، جيد أفضل. مولينا على اليمين لم يعطي تلك النزعة الهجومية أكثر. روميرو سجل الهدف تقليص الفرق أو الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. ليساندرو مارتينيز مباراة دفاعية جيدة جدا. باريديس ميزان وسط الميدان بالنسبة لي هو وماك أليستر، حتى وإن كان ماك أليستر في هذه المباراة ضعيف نسبيا، ولكن باريديس كان جيدا جدا في بناء اللعب. إنزو فرنانديز سجل الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني. كان جيدا في المباراة، في الاستحواذ، بناء اللعب، في التدخلات. إنزو فرنانديز قوي جدا. رودريغو دي بول الحارس الشخصي لميسي، حرفيا مباراة متوسطة من دي بول. لماذا لا يشرك سكالوني جوليانو سيميوني؟ لماذا لا يدخل؟ لا أدري. خوليان ألفاريز، وكذلك البولغا عمي ليونيل البولغا، يا البولغا ليونيل، يا ليونيل، يا ميسي يا بطني يا ميسي. 39 سنة وأنت بهذا المستوى، حتى وإن كان قد أضاع ركلة الجزاء. لم يضع ميسي ركلة الجزاء، بل شوبير هو من تعملق. لنكن صريحين، الضربة جيدة، القوة جيدة، التصويب جيد، الدقة جيدة. شوبير يا شوبير، للتاريخ يا شوبير. مباراة بالنسبة لي ستكون بالنسبة لشوبير ألا وهي مفتاح الطريق نحو العالمية، نحو النجومية، نحو التاريخ، نحو عالم آخر، نحو حياة أخرى يا شوبير. فقط ركز يا شوبير، أنت أدها يا شوبير. ليونيل ميسي، المنتخب المصري متقدم بهدفين، خذ واحدة أسيست 2-1، تسديدة في 90، انتهينا عالطيارة. يعني يا ميسي هبلتني يا ميسي، يا البولغا عمي، يا عمي يا ليونيل. المنتخب من بين الأشياء التي عجبتني في المنتخب المصري يعني مباراة للتاريخ، ولكن كان خطأ ساذجا من سكالوني. مباراة بعنوان فليك ضد سيميوني، سكالوني ضد حسام حسن. يعني حسام حسن هل مصر ستستحوذ على كرة؟ لا. ستبني كرة؟ لا.
ستلعب على المرتدات، وسكالوني يلعب بالضغط المرتفع، بالضغط العالي والضغط العكسي والضغط المرتفع، وإشراك خط الدفاع في الضغط. وبذلك أي هجمة للمنتخب المصري كنا نراها شبه هدف محقق. يعني مصر مرتدات، أرجنتين ضغط عالي ضغط عكسي، وبذلك مصر 3 تمريرات 4 أمام المرمى. لهذا شاهدنا المنتخب المصري يعني تمكن من هز الشباك الأرجنتينية مرة 2 3 4 وأكثر. لا يأتي أي أحد ويقول لي ظلم تحكيمي. سأتحدث حاليا عن القرارات التحكيمية. أولا ركلة جزاء ميسي، لنكون واضحين، ركلة جزاء بدون عاطفة، ركلة جزاء صحيحة في 100%، نظرا لأن تاغليافيكو حسن كان سيلمس الكرة، نعم، ولكن تاغليافيكو لمس الكرة قبله، وبذلك حسن قد دفع تاغليافيكو. يعني لماذا نقول أن ميسي مدلل الفيفا وكذا؟ حاليا سويسرا تأهلت، إنفانتينو سويسري، هل إنفانتينو سيفضل ميسي على بلده؟ ولنكن صريحين، الآن سنرى براكم من الحمقيات مرضونا صافي. ركلة جزاء صحيحة للمنتخب الأرجنتيني، تعملق شوبير أحسن حارس في البطولة بالنسبة لي، شاء من شاء وأبى من أبى. 3 حراس، شوبير، فوزينيا، ياسين بونو، 3 حراس في الصفوة، وشوبير الأول. اللقطة الثانية، هدف مصر الملغى. يعني أصلا عندما كنا نشاهد المباراة لايف، ليساندرو مارتينيز عندما استحوذ على الكرة شاهدت أنا عطية يدوس على رجل مارتينيز دوسة قوية، يعني شاهدتها بالعين مجردة. قبل أن يسجل الهدف كنت أنتظر أن الكرة فقط أن تسجل ويعود الحكم للفار وتصبح هنالك قنبلة إعلامية، لأن الكرة حرفيا، يعني لا نكذب، لا شاهدناها بأنفسنا، يعني الكرة خطأ. لا تقل لي أنها كانت في ما نعرفش وحق الكرة لعبت على دقائق عديدة. لم يكن هنالك دقائق عديدة يا عم. إذا لم تتعدى 2-3 دقائق، وإذا لم تلمس الكرة اللاعب الخصم، إذا لم تكن هنالك لعبة جديدة، نفس اللعبة استكملت، وبذلك سجلت هدفا. الهدف يلغى بداعي خطأ واضح وصريح. انتهى الخطأ الثاني. هاتوا لي الخطأ الثالث، ماك أليستر. يعني الكرة التي لعبت عرضية، ماك أليستر لم يكن هو، وأعتقد تريزيجيه، نعم، ماك أليستر وتريزيجيه لم يكونوا ضمن اللعبة بتاتا. ودفعت ماك أليستر عندما مسك قميص تريزيجيه فقط مسكه مسكة خفيفة ولم تكن قوية جدا تستدعي ضربة جزاء أو تستدعي خطأ أصلا، نظرا لأنهم خارج اللعبة، والحكم بعينيه كان أمام اللقطة وكان أمام اللعبة، وشاهدنا أن اللاعبا لم يكون أصلا ضمن اللعبة، والكرة لم تكن تذهب أصلا لتريزيجيه حتى عندما لمسها ياسر إبراهيم، نسيت حتى عندما لمسها لم تعد لتريزيجيه، لم تعد صوب تريزيجيه. حتى وإن قلت لي لو لم يكن ماك أليستر قد مسك تريزيجيه لن يتمكن من الكرة لأنها لم تهبط أمامه. لنكون صريحين، بدون عاطفة، بدون حياد، بدون تشويش، بدون خزعبلات، اللقطة هذيك صحيحة 100%. لنكون واضحين، بدون خزعبلات، لا يوجد انحياز تحكيمي. اللقطة الرابعة، لقطة محمد صلاح في المباراة بالنسبة لي كان يريد التفنن أكثر. لنكون واضحين، في أي كرة يلمسها صلاح يريد أن يعني يراوغ لاعب 2. لماذا لا تلعب كرة طويلة، كرة قصيرة، كرة مباشرة، وها أنا بخير. صلاح يريد أن أراد أن يراوغ الفاريز، وبذلك قبل مراوغة من لمس الكرة قبل؟ الفاريز، وبذلك مرت بين قدمي صلاح. إذا الفاريز لعب الكرة، نعم الفاريز لمس قدم محمد صلاح، نعم لا ننكر هذا، ولكن لعب في الأول الكرة، وصلاح بنفسه عندما سقط لم يكن يحتاج على ركلة جزاء لأنه يعلم ما الذي حدث
حتى سجل الهدف، ومن ثم أصبح اللاعبين يحتجون ومن بينهم صلاح في الصلاة. أما صلاح في الأول لم يحتج نظرا لأن ألفاريز لعب الكرة، قطع منه الكرة، مرت منه الكرة، حتى وإن قلت لي لمس قدمه، نعم لمسها، ولكن الكرة كانت خلف محمد صلاح. إذا صلاح لم تكن لديه الاستحواذ الكامل للكرة، وبذلك اللقطة صحيحة في 100%. وهذا كله الذي قلته حسب أرشيف فار. أرشيف فار أكدت اللقطات أن قرارات الحكم صائبة 100%، وأن الحكم لم يخطئ في أي قرار اليوم. إذا لا يأتي أحد ويقول لي أن هنالك تحكيم انحيازي لصالح المنتخب الأرجنتيني. مصر لم تقدر على الحفاظ على تقدمها بهدفان لصفر، يعني مثل مباراة السنغال. يعني المنتخبات الإفريقية كلها تخسر في الدقائق الأخيرة من المباراة، لا تقدر على مجاراة المباراة في الدقائق الأخيرة نظرا لضعف الخبرة. هذا هو الذي يمكن أن نفسره. يعني السنغال كانت متقدمة على بلجيكا بهدفين دون رد، وبذلك بلجيكا تعادلت في الأشواط، بلجيكا 3-2 روح برا السنغال. الكونغو كانت متقدمة على انجلترا، كوت ديفوار كانت متقدمة على النرويج، جميع المنتخبات كانت متقدمة في النتائج، ومن بعدها خسرت في الدقائق الأخيرة من المباراة، أقصد المنتخبات الإفريقية. لذلك بحسب رأيي المنتخبات الإفريقية تفتقر للخبرة في كأس العالم، تفتقر للخبرة أمام المنتخبات الكبرى. تخيل معي 2-0، يعني حلم ربع النهائي أمام أعينك، تبخر في رمشة عين. لا تقل لي تحكيم. مصر في ربع ساعة الأخيرة 0، لنكن واضحين 0. عدت للدفاع، تلعب مع الناس تطالب بالعدالة في الهدف الثالث للأرجنتين. لقطة عمر مرموش، 4 لاعبين ضد مدافعين، لماذا لم تسجل؟ يعني لو سجلت تلك الكرة كانت 3-2 لمصر، وبذلك مصر تتأهل. الأرجنتين لن تسجل ذلك الثالث. لماذا لا تتكلمون على تلك اللقطة؟ يعني مرموش كان أناني في تلك اللقطة، لو مررها قبل أن يلحق عليه المدافع لكانت هدف. يعني 4 مهاجمين أمام مدافعين، لا يمكن أن تقول لي أن مصر لن تسجل تلك الكرة. أنا كنت أراها هدفا. نعم مصر رسميا ربع النهاية ضاعت. قانون كرة القدم من أضاع يستقبل، لنكن واضحين. لم يكن هنالك خطأ تحكيمي، فقط شرارة وحرارة أن مصر كانت تريد التأهل، المنتخب المصري كان يريد التأهل، الشعب المصري يريد التأهل. نعم من حقكم. هارد لك للمنتخب المصري، مبروك للبولغا، مبروك للأرجنتين. معوضين خير إن شاء الله. ويا رب شوبير في نادي كبير أوروبي. يا رب شوبير اسمع هذه النصيحة. اللاعبين المصريين الذين احترفوا كانوا قليلين جدا، يعني صلاح، مرموش، النني، حجازي، قليلين لدرجة لا تصور. حارس مصري، حارس وليس لاعب، حارس مصري يكون في الأندية الكبار في أوروبا سيكون تاريخا كرويا للدولة. شوبير ركز جيدا، واصل على هذا المنوال. يا رب أبعد عليك العين، يا رب أبعد عليك الإصابات، فأنت أداها يا شوبير للتاريخ. يا شوبير رجل المباراة بالنسبة لي ألا هو مصطفى شوبير. بدون شوبير مصر في الشوط الأول كانت ستكون متأخرة. يعني ركلة جزاء ميسي، ضربة حرة لميسي، ماك أليستر، كرة ماك أليستر بالرأس، كرة ألفاريز، يعني 4 كور محققة كانت ستسجل لولا مصطفى شوبير. كان معكم أشرف مقاس، أشرف انتقل. السلام عليكم.